قابلت كتير طلوا حبابنا طلوا أسامي كلام شو خص الكلام عينينا هني أسامين. هو موسيقار لبناني كان له إسهامات كبيرة في مجال الموسيقى والفنون الشعبية، لا تقتصر فقط على لبنان بل تتعدى حدوده لتصل إلى عدة بلدان عربية. قدم مؤلفات موسيقية تصويرية لعدة أفلام لبنانية، وكتب الموسيقى لعدة مسرحيات ورقصات فنية. حلقتنا اليوم عن الموسيقار وليد غلمي. وليد جورج غلمي هو موسيقار وعازف لبناني، ولد في بلدة مرجعيون في جنوب لبنان عام 1938، وهناك عاش طفولته وتابع دراسته الأولية. أنا سمعت فيه أول مرة كان عمري 12 سنة ضمن مباراة لليونسكو، أخذت فيها الجائزة الأولى، وكان بديوني إني أسافر دغري على باريس لكمل بمنحة دراستي الموسيقية. هو ولد في مرجعيون، في جديدة مرجعيون، من أبوين لبنانيين. الوالد كان تاجر والأم ست مثقفة جدا، كانت متعلمة ببيروت. كبر ببيت يعني ما تسنى له الحظ، لأنه بيو توفى وهو كان كتير صغير، يعني عمره شي 4-5 سنين. كان بيحب كتير الميوزيك، وكانت أمه كتير ترندح بالبيت، وبتعرفي كانوا يتسمع على أيام الجراموفون، يتسمعوا على أم كلثوم، على الموسيقى اللي خالدة اللي بعدنا عم نسمعها هلأ نية. وكان عنده شغف للموسيقى. بيو كان عنده المندولين، أيام المندولين. كان ابن صفي، ترك هو بعمر تقريبا يمكن 16-17 ونزل على بيروت. بس قبل هالشغلة هذه كان الحقيقة حركة كبيرة. كان هو وفريق من أصحابه 2-3 أتذكر بالصفية يدوروا يلعبوا موسيقى، كل واحد حامل هو حامل الفايولين. دكتور وليد غلمي كان أول لقاء أنا وياه بتلفزيون لبنان. كنت أنا مشترك برباعي عود مع الفنان مرسي خليفة، وصار أول لقاء وطلب مني، قال لي نحن عم نقدم لأساتذة بالمعهد سنة 95، بقى روح قدم، حابك تكون ضمن المجموعة. كان يستعمل على طول إنه بدنا دم جديد بالمعهد. المنتور تبعي بالموسيقى وبالتأليف واتجاهاتي بالحياة، كيف فكر، وأنا طبعا هيك كنت شخص بسميني شخص سائر، كيف بدي أرجع عيد موسيقى واكتبها بشخصيتي، وكانت تتناسب مع هو كيف كان يحلم وكيف يكتب وكيف يفكر. رحلة تعلمت من خلالها يمكن الحياة كلها، مش بس الموسيقى، أن الموسيقى الحقيقية بتخليكي تروحي جوات الكون بسفر. كمان الواقع كيف تمشي بالحياة الموسيقية تنفذيها على الأرض، وخبرتها معه. رافقته كتلميذي بالكونسرفاتوار، هو رئيسه.
في سن السادسة توفي والده، مما جعل والدته تتولى مسؤولية رعايته، حيث بدأ يظهر اهتمامه بالموسيقى واتسم بموهبة استثنائية في العزف على الكمان. درس بمرجع عيون بالمرحلة الأولى، وثم انتقل إلى مدرسة الفنون في صيدا وتخرج من هناك. هو كان عنده شغف بالموسيقى، يعني بحب الموسيقى، والأم عندها إذن موسيقية. عزف على الماندولين، عزف على الفيولون. لما تعلم بالجامعة الأمريكانية فيولون كان مع عدة أساتذة، وآخر أستاذ كانت جيزيل سابا كان تعلمه بالجامعة الأمريكانية. كان في عنده فحص بده يقدمه تيحصل على الدبلوم. كان عنده الكونشيرتو لموزار، مثل ما بعتقد بفتكر لموزار. وثابت كان عم يلعب فوتبول قبل الفحص، صار معه حادثة صغيرة بملعب الجامعة الأمريكانية، كسر إصبعه. لما جبروا له اياه لاصبعه ما تجبر مزبوط، يعني تجبر بطريقه غلط، ما قدر يرجع يعمل الفحص. زعل كتير وانقهر كتير لانه عنده غرامه آلة الفيولون. وليد غلمية كاريزما، شخصية كاريزماتيكية ما بتتكرر كثير. يعني أنا إذا قلت هذا الكلام من زمان أنا وما كان في ناس كثير مبسوطة بهالكلمة، يعني بهالجملة، وأنا متأكد منها وبعدني متأكد، وكل وقت عم يمر الوقت عم نشوف إنه الشخصية ما بتتكرر. إنسان عاطفي، إنسان محب، بعكس ما ببين إنه ديكتاتوري، وما فيك تكوني بمؤسسة تضبطيها. حتى الأب ببيته ما بيقدر يكون، ما بيكون يعني بيكون ما في يكون يعني في مصير بمحل معين، بده يكون انسان جدي. انا بسميها هيدي جديه وليست ديكتاتوريه. موسيقته حلوه كثير، يعني قريبه كثير من الشعب، يعني اغانيه كلها اللي عملها لصباح وغيره كانت الحقيقه لها رهجه ومحبوبه ويحبوها الناس كثير. أسس لمرحله جديده موسيقيا بلبنان على كل السكولز اللي اشتغل فيها. يعني هو عمل واشتغل بالأول على الألحان اللي نابعة من الفولكلور اللبناني، وإذا بتروحي تشوفي طابعة لهذه الألحان والأغاني اللي غنوهم عدة مغنيين لبنانيين معروفين. يعني تعاون هو مع صباح، مع جوزيف عزار، مع فدوى عبيد، مع وديع الصافي، مع كثير من المغنيين اللبنانيين. ولكن صحيح كتب من الفولكلور اللي نابع من الجنوب ومنطقة مرجع عيون تحديداً. تجسدت تجربة وليد غلمية في العراق في اجتماعه بعازف العود منير بشير، حيث أنجزا دراسة شاملة حول الفنون الشعبية في هذا البلد. هذه الدراسة كانت تعبيراً عن رغبتهما في استكشاف وفهم التراث الفني والثقافي للعراق، وتوثيق ما تبقى منه من أصالة وتراث شعبي. النشيد العراقي قبل ما يبلش فيه كان في ملحمة الكتار الأخضر، معليه بدي استند بالكتاب بعد شوي. الملحمة الكتار الأخضر هي بوقتها وليد غلمية عامل أبحاث إن كان عراقية، ليبية، فلسطينية، سورية، يعني عامل عدة أبحاث وحتى أبحاث لبنانية. بقى عنده بصمات وين ما كان، إن كان بالدول العربية، إن كان بلبنان، حتى بأمريكا، حتى وين ما كان، حتى باليونان. اشتغل على حاله وليد، مش بس إنه عنده هالشي بالفطرة، لكن هو كان يدرس، كان يقرأ، نهم بالقراءة جدا. يعني لو بتشوفي مكتبته أنت ببيت مري بتقولي إنه قديش كم كتاب هو قاري. وثم لما انتقل إلى التأليف كان هو يعمل أبحاث، يعني خصوصاً بالأشياء اللي كتبها عن العراق بالنسبة للقادسية أو المتنبي. كان يقرأ عن التاريخ السومري، عن الموسيقى العراقية القديمة،
يستمد منها. وهالابحاث هذه اللي كان يجريها هذه وسعت افاقه بالموسيقى. وكيف حرك الأوركسترا ما كانوا يعملوه بجيله بزمنه، فهو دخل وأدخل معه صوت جديد، وعمل أعمال مسرحية كان يخرج له إياها يتعامل فيها مع روميو لحود بالسينوغرافي والإخراج. عمل دراسات موسيقية بعلم الموسيقى كثيرة، مش بس للبنان، للمنطقة العربية وخاصة للعراق. أكبر شغله غير لبنان كان لدراسة الموسيقى التقليدية العراقية، واشتغل منها ألحان تاني. ننتقل هون نحن عم نشتغل على هذا الشيء، لأنه طبعا خلص البي اتش دي تبعه، الماسترز والبي اتش دي بويتشيتا كانساس يونيفرسيتي بأمريكا. اشتغل على الأعمال الأوركسترالية، على الأعمال الموسيقية البحتة، على الأعمال السيمفونية، أو حتى على التشامبر ميوزك، موسيقى الحجرة من ديويت وكواتيور، وان انسترومنت، سولو، اوكتات. نوع بالهيدا. اشتغل على الموسيقى التصويرية، على البروجرام ميوزك اللي هي بتحكي قصة أو حياة حدا. أرخ حقبة زمنية عربية إسلامية يمكن كانت بأغلبها عم تصير بمنطقة العراق أو بغداد، وخاصة بالدولة العباسية. وابتدت من القادسية، يعني طبعا القادسية قبل يعني، بس هو بلش عم يؤرخ التاريخ الإسلامي ودخل على بعض الأعلام من العصر العباسي وعصور أخرى. الدكتور غلمية لما كان بالعراق في الثقافة العراقية طلبت منه، في عندك طلبت منه أنه يعمل ملحمة بوزارة الثقافة والإعلام بالعراق، طلبت منه أنه يعمل ملحمة موسيقية عربية أوكي للأطفال. انطلقت مسيرته الموسيقية المهنية في عام 1963 عندما كلف بمهرجانات بعلبك الدولية، وفي عام 1968 أصدر أولى أسطواناته العزفية، ثم شارك في مهرجانات بعلبك بدءاً من عام 1963 وحتى عام 1968، ولعب دوراً فعالاً في برنامج استوديو الفن للمخرج سيمون أسمر منذ انطلاقه في عام 1973. دكتور غلمية بده يعيدها ثاني مرة هاي الكوبلي، معلش اللجنة الكريمة وجودنا. نحن ما اعتدينا ولا جينا حدا، ولا يوم حنينا بوش اللي اعتدى. بتذكر بمهرجانات بعلبك سنة 63 اكتشفنا بالبروفات جنرال، البروفات العامة في مسرح جوبيتر ببعلبك، انه في فقرة في بحدود بعض الدقائق فارغين ولا بد من تمليتهم. فالعملية يعني مستعجلة سريع. ايه سريع. فدغري تذكرت كنت أنا تلميذ بالجامعة وكنا نغني أغنية ونحن طلاب كلامها سيء، إنما ما راح أقول الكلام، إنما لحنها طريف ولطيف وخفيف. فدغري كتبت الكلام كما هو وأعطيته للشاعر في ذلك الوقت لمهرجانات بعلبك ويونس الابن، ودغري كتب عليها أغنية. فجاءت الأغنية أمثلة شعبية، والأغنية غنتها صباح، واللي هي اللي بيصير يصير الدعوة ما بقى بده. هذه مثلا حادثة. بيصير يصير الدعوي ما بقى بدها اولاد بكير، حاجه القصه نمددها. بيصير يصير الدعوي ما بقى بدها اولاد بكير. عشت حياتي وسافرت العالم كله، وقفت على مسارح كثيره بالعالم، قابلت رؤساء وملوك وموسيقيين وكوندكتورز ومؤلفين، وفي منهم عزيزين على القلب واغلبهم عظيمين اللي عم بحكي عنهم، مثله ما في كتير. بفضله انا كنت عود اول بالاوركسترا، وبفضله ايضا انا صرت قائد الاوركسترا بال 2011. يعني انا لو من ويد غلميه
انا مش موجود عم بحكي انا وياكي هلا بالبوست اللي عندي انا، لانه هو امن بهذا الشخص انه ممكن يستلم هاي الاداره وهي الاوركسترا. بقى انا حظي كان حلو، من هيك انا على طول بقول انه انا احاول ان اكمل ما بدأه وائد غلميه، لانه هذا الزلمه مش بس انه خدم اندري حج، لهلا بعد في ناس عم تستفيد من اللي اسسوا وائد غلميه بسنه 2000، كان بالاوركسترا الشرق العربيه والاوركسترا الكلاسيك اللي هن كل تمرينه بيصير هون، كل حفلاتها بتصير. أول ما حكيته على التليفون قلت له أنا تلميذة كذا كذا وميوزيكولوجيا علوم موسيقى بالكاثوليك وعم بحضر الماستر، والموضوع هو رح يكون عنك. رحب فيي، وأول لقاء رحت وقتها ببيت ماري فوق. أنا كنت متخيلة، انتبه على كتر ما سمعت كاو حوالي إنه ايش بدك وكذا ويمكن ما يستقبلك. لما طلعت لعنده عن جد مش مثل ما صوروا لي إياه، إنسان مثقف كتير، يعني بتحسي كأنه عن جد هالإنسان محب خدوم، ساعدني كتير بالماستر، عطاني كتير معلومات، لدرجة أنا بكتابي كتبت كاتب هون بخط إيده، تركت له إياها بخط إيده، إنه كل هالمعلومات المكتوبة هون بهيدا الكتاب هي الصح الصحيح الصادرة عنه. كان هو بالأول بالموسيقى العربية طبعاً، وثم صار يركز أكثر على الموسيقى الغربية، وهذه ميزة كانت لوليد اللي تبين مع الوقت على أنه فادته كتير وفادت لبنان، لأنه لما تسلم هو وأسس الكونسرفاتوار اللبناني كان عامل شقين، شق للموسيقى الغربية وشق للموسيقى الشرقية. وانتقل من القادسية للمتنبي سيمفونيته الثانية، بعدين اليرموك سيمفونيته الثالثة، الشهيد سيمفونيته الرابعة، المواكب سيمفونيته الخامسة، وكانوا هول الأعمال السيمفونية اللي كانت أكثر ضمن تعاونه مع وزارة الثقافة في العراق. من بعدها وفي غير أعمال أوركسترالية قصيرة كمان اشتغلها معهم وسجلها. أول شيء كان عم يتعاون هو كمان مع الأوركسترا الموجودة بالعراق، عمل حفلات في العراق مع أوركسترا السيمفوني العراقي اللي هو من أول أوركسترات بالمنطقة العربية. سافر غلمي إلى الولايات المتحدة حيث حصل على الماجستير في قيادة الأوركسترا والتأليف الموسيقي، ومن ثم حصل على الدكتوراه في العلوم الموسيقية. كتب أطروحته عن التأليف الموسيقي في الشرق الأوسط منذ ما قبل المسيح حتى اليوم. فكان في موجة كان لهذا الزمن اللي هو تحول معهد من المعهد الوطني للموسيقى للمعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسرفاتوار، ويلحق بالتعليم العالي، وكان في وقتها وزارة الثقافة والتعليم العالي متحدين، وعلى هالأساس انتقلنا كانت من وزارة التربية اللي هي لا وزارة التربية صارت وزارة الثقافة والتعليم العالي، ضموا الثقافة للتعليم العالي بوقتها. يعني تأسيسه للموسيقى للكونسرفاتوار اللبناني والجهد اللي بذله في سبيل إحياء هالشيء كان من خبرته هو، لأنه لما كان عم بيعمل هالأعمال الموسيقية الكبيرة مثل القادسية أو المتنبي كان عم بيروح على اليونان ليكون في لتتوفر له أوركسترا. لما لا مش قصة خليفته أنا، لا، في وائد غلمية واحد، أنا جربت أعمل تكوين شخصية من بعده، من هيك قلت له أنا من بعد ما سلمت الأوركسترا قلت له أنا في فرق من وياك 30 سنة بالعمر، بدي جرب أتصرف هو 30 سنة يكون إنه مميز عنك، وهو فهم شو قصدي أنا، والظاهر إنه أنا قدرت خرقت بمحل، بس برجع أقول لك أنا لم أدمر، أنا أكملت هذه المسيرة. هو فتح باب أنا رجعت أفتح طاقة صغيرة وعم نكمل، وأمل يجي حدا غيري أنا ويكمل بهالسياسة الموسيقية اللي مشينا. وائد غلمي جبل بجسمه، بعقله، بكتافه، حضوره، أورا كتير كبيرة، يعني الهالة تبعه قوية، الكاريزما تبعه عالية، قوته هالكاريزما تبعه بتخلي اللي بوجهه يا يحبه كتير يا ما يقدر يتعامل معه. هو إنسان حقاني كتير وعادل كتير
وما بيقبل الغلط، وبدافع عن الموسيقى بشراسة، وما بيقبل الخطأ بالموسيقى. في عام 1991 تولى غلمي رئاسة المعهد الوطني العالي للموسيقى، وكان له العديد من المؤلفات الموسيقية التصويرية لأفلام لبنانية، كما وتعاون في وضع الموسيقى لرقصات فرقة كاراكلا، منها طلقة نور وحكاية كل زمان وغيرها. كان لغلمي العديد من الكتابات والنشاطات الثقافية والفنية، حيث قدم أعماله الموسيقية لعدد من الفنانين بما في ذلك صباح، نصر شمس الدين، جوزيف عزار وغيرهم. اشتقوني لحالي لحالي غني الليالي بالليالي خلوني بالعالي العالي 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 ارمي 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 هالطربوش. وهو كان يعني شخص معطاء، يعني اللي بيعرفه كان يحطه في متناول الناس. نحن كصحفيين كنا نيجي لعنده ونسأله بعدة اشياء، بتلاقي يفسر لنا، يعطينا يعطي من وقته. هالشيء هذا مش متوفر كان عند الجميع. وهيد غنية ما بيكذب اول شيء، صادق. يمكن انا اتفقنا هيك انه انا صريح كنت معه، كنت جارح بمحلات. نظامي، بحب النظام، بحب الوقت، بحب وهيد غنية شخص مرتب جدا. يعني نقل بيته نقله على المعهد. كل انسان بيعمل كيف مربى بينقل على شغله، وهذا بيطابق علي نفس الشيء انا. شخصيته الفذة، موسيقته الراقية، ثقافته العميقة اللي لما بتحكي معه بتحس انه بعد بحاجة انك تحكي معه اكثر. مفهوم الموسيقى ببلادنا مش مركزة تمام يعني، ولا هي جزء من برامج التربية الوطنية. يعني التحديات انه كان يقنع وزارة التربية لحتى يكون في عندهم ميزانية لها تأسيس المعهد الموسيقي هيدا، يعني الكونسرفاتوار اللبناني. بدك ميزانية إلها وبدك أشخاص. هو طبعا يعني جرب كل الجهود لحتى يشجع اللبنانيين، خصوصا اللي كانوا دارسين برا. عمل كتير اشياء وليد، حتى عمل النشيد الوطني العراقي، وكان هو كمان حطوه يعني عامل ابحاث عراقيه، حطوه حاز على وسام مربوطوس وبولس، حاز على وسام الاستحقاق الوطني اللبناني. طبعا الوقع كان صعب، وخاصة انه المكان اللي اجى فيه، ولكن الامل كان كبير، خاصة انه الاطباء قالوا انه شوف فيها ورح يستعمل حبة ويعيش فيها مدى الحياة. وتذكر قال لي انه قالوا لي انه ممكن نموت من غير مرض مش من هذا المرض. المفاجأة انه من بعد هذا الكلام بشي 3 أسابيع دخل على المستشفى ليعمل آخر جلسة وما عادش طلع منها. فكانت هون الصدمة. وكنت عم بحكي قبل ما يمرض واخذ منه آخر المعلومات الجديدة وآخر أعماله الجديدة. لا الحقيقة هذه كانت صعبة كثير. أول شيء تفاجأت لما عرفت أنه هو مريض، وبعدين أخذت التليفون وتلفنت له يمكن قبل يومين من وفاته أو 3 أيام. جاوبت إلهام قالت لي يا حنا نايم هلا. قلت لها طيب جرب بعدين. بعد شي 10 دقايق بتلفن هو. بتصور انه حكينا كثير وتمنى له الصحة وتمنى لنا تمنيات كانت. بعد يومين مسكين توفى. يعني رحت لعنده انا قلت له انت بتعرف، قلت له انا قاطع بنفس المرض، يعني قلت له انا قاطع بالكانسر بقى، بالعكس روح شوف الناس احسن يعني. وكان نهار 2 بتذكر او 3، قلت له انا محلك بروح خلص انه عادي ورحت صح مثل ما بيصح غيرك يعني. وانا تجربتي قبلها كانت يعني
انه اللي بتعزل حالك مش منيح، لازم واحد يحكي عن هذا الشيء. انبسطت انه النهار الاربعاء كان اجى لهون، يعني اجى على الاوركسترا الكلاسيك وكمل معنا. بقى لما توفى كتير انقهرت، كان كتير حب انه هو يكون موجود. حاولت كتير انه اعملها بالسنه اللي توفى، نعمل التوقيع، ما زبطت معي، صار في تاخير. انعملت بال 2013 بس عملتها بالشهر، توقيع الكتاب كان بالشهر اللي توفى فيه. كثير كانت مرحله صعبه وضيقه جدا، يعني بظرف شهرين وليد توفى، يعني بين ما مرض وبين ما خلص. بينما مثلا الله ما أعطى عمر لحتى كان يتقاعد وينصرف للعمل الموسيقي، لأنه العمل الكونسرفاتوار التأسيسي كان عمل إداري صعب جدا. لحتى بتعرفي العظماء بنحسهم إنه دايما في ناس بتحسي إنه لازم يبقوا عايشين مدى الحياة، تخلدوا، لأنه قدرتهم بالعطاء وبتغيير الكون كتير كبيرة، وأن هن بيبقوا من خلال أعمالهم، واللي بقول لك إياه من خلال أعمالهم، وهيدي بقولها لحالي لانتبه بالموقع اللي أنا فيه هلا، بيبقوا من خلال أعمالهم اللي هي أعمالهم. وأتمنى كذلك إنه يرحمني التاريخ، لأنه بالنهاية نحن كلياتنا بده يجي التاريخ يقول أنت هذا جيد أو مش جيد. أنا اشتغلت وعملت وحاولت أقول شيء ودونته وسجلته وتعبت عليه. يبقى الزمن يبقيني أو لا يبقيني في صفحاته، هذا موضوع آخر لا أنا بقوله حاليا ولا حدا بيقدر يقوله. اللي وعدتك فيه عم كمله وعم بشتغل فيه. أنت في شيء طلبته مني وأنا وعدتك إني رح أعمله. أنا عم بعمله بكل خطوة عم بقوم فيها بالموسيقى الخاصة فيي وبمؤسسة الكونسرفاتوار يلي حملتني مسؤولية كثير كبيرة فيها. حرمات صغير يعني كان بإمكانه كمان ينتج أكثر. يعني يا الله وليد قال له مشتاق لك قد الدنيا. شوفي كل الأوركسترا إذا بتشوفيهم كلهم بيترحموا على عوايد غلمية، كل الأساتذة بيترحموا على عوايد غلمية، وهذا دليل إنه هو تارك بصمة كبيرة فيهم بأولادهم بعائلتهم بمسيرتهم ولهلا. بقول له إنه اشتقت لك وأنت دايما موجود بكل نوتة كتبتها بكل روح سكبتها بهالموسيقى اللي ما رح تموت. انت ما متت، انت بعدك موجود. قديش بنستفقد له، وقديش البلد بحاجه كان لحتى يعطيه الله شويه عمر لحتى يقدر يعطي اكثر مما عطى. توفي الموسيقار وليد غلمية عن عمر ناهز 73 عاماً بعد صراع مع المرض، تاركاً وراءه إرثاً فنياً غنياً ومساهمات كبيرة في تطوير الموسيقى في لبنان، وسيظل ذكراه حاضراً في قلوب العديد من المحبين للفن الموسيقي. وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. قابلت كتير طلوا حبابنا طلوا أسامي كلام، شو خص الكلام عينينا هني أسامي.